إلى موضوع من المواضيع التي هي في حقيقة الأمر متصلة كل الاتصال بما سبق وأن تطرقنا له في الحصة السابقة. وموضوع هذه الحصة يتعلق بالطلبات القضائية، والتي تحدث عنها المشرع من خلال عديد المقتضيات، لا في مقتضى الفصل 31 قانون المسطرة المدنية، ولا من خلال البيانات التي يستوجبها هذا الطلب الافتتاحي أو الطلبات القضائية المقدمة إلى القضاء. هذا الطلب القضائي الذي نتحدث عنه الآن بالشكليات التي تحدثنا عنها في إطار الشروط الموضوعية والشروط الشكلية المؤطرة أساسا من خلال الفصلين 1 و 32 قانون المسطرة المدنية، هي تصرفات قانونية بموجبها يمكن للخصم أو للطالب أو للمدعي أو للمدعى عليه أن يتقدم ويعرض أوجه دفاعه أمام الجهة القضائية المختصة لذلك. وهذه الطلبات القضائية حدد لها المشرع عديد الأنواع، فهناك طلبات افتتاحية، وهناك طلبات ما يسمى بالطلبات الافتتاحية أو الطلبات الأصلية، وهناك كذلك الطلبات العارضة. الطلبات الافتتاحية هي الطلبات التي تبتدئ بها الخصومة القضائية، فأي خصومة قضائية لا بد من طلب افتتاحي أو طلب أصلي يقدم بالشكليات التي تحدثنا عنها، وهي الشكليات المرتبطة بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية من صفة ومصلحة وأهلية، وكذلك من بيانات تحدث عنها المشرع في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية. وهناك طلبات عارضة، وهذه الطلبات العارضة كذلك هي أنواع. الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة أو الطلبات المضادة التي يتقدم بها في حقيقة الأمر الطرف الخصم، الطرف المدعى عليه، حينما تتغير المراكز القانونية، فالمدعي يصبح مدعى عليه فرعي، والمدعى عليه الأصلي يصبح مدعي فرعي بحسب تغير المراكز القانونية، لأنه في هذه الحالة يكون في مرحلة هجوم وليس في مرحلة دفاع، لأن المشرع أوجب للطرف المدعى عليه إما أن يدافع عن نفسه عن طريق دفوع، وإما أن يهاجم عن طريق مقالات مضادة أو مقالات دفاعية أو مقالات هجومية. وهناك كذلك المقالات الإضافية، وهذه المقالات الإضافية يمكن للطرف المدعي أن يتقدم بها أثناء سريان الدعوة بعد أن يتقدم بمقال افتتاحي، ويرتئي أنه إما أن يقوم بإصلاح مسطرته، وإما أن يضيف مسألة لطلب الافتتاحي فيتقدم بطلب إضافي. كذلك بالنسبة للطرف الخصم اللي هو الطرف المدعى عليه، حينما يتقدم بمقال مضاد فإن هذا الطلب يمكن أن تكون به عيوب، فيقوم الطرف المدعى عليه الذي يصبح بعد تغير المراكز القانونية يصبح مدعي فرعي، يمكن أن يتقدم كذلك بطلبات إضافية. وهناك التدخلات، ما يسمى بالتدخلات، وهي طلبات عارضة كذلك، والتدخلات على أوجه، إما أن تكون تدخلات إجبارية، وإما أن تكون تدخلات انضمامية. والتدخلات الإجبارية هي التي يقوم أحد طرفي الخصومة بطبيعة الحال، إما المدعي أو المدعى عليه، بإدخال أحد الأشخاص اللي هو طرف ثالث في الخصومة القضائية. ونتحدث هنا عن تدخل اضطراري أو تدخل إجباري يتم بموجب إدخال شخص ثالث على الخصومة القضائية، ليس بطرف في الخصومة القضائية، ولكن من أجل تدعيم المقال الافتتاحي أو تدعيم المقال المضاد المقدم من قبل الطرف المدعي والطرف المدعى عليه. وهناك كذلك التدخلات يسمى بالتدخلات الانضمامية. قد يضطر أحد الأطراف اللي هو غير الأطراف ديال الخصومة القضائية أن يتدخل في نزاع معروض أمام القضاء، حينما يرى بأن النزاع المعروض أمام القضاء يمس إحدى حقوقه أو مراكزه القانونية، فيتدخل عن طريق ما يسمى بالتدخل الانضمامي إلى هذه الدعوة.
هذا الانضمام إما أن يكون من أجل حماية مصالح أحد الطرفين، وإما أن يكون في شكل يعني تدخل هجومي، بمعنى أنه يدافع عن مصالحه في مواجهة الطرفين، الطرف المدعي والطرف المدعى عليه. المشرع حقيقة حدد مجموعة من الآثار المرتبطة بهذه الطلبات القضائية، وخاصة ما يرتبط بالطلب الأصلي والطلب الافتتاحي المقدم إلى المحكمة. هذه الآثار إما أن تكون آثار يعني مرتبطة بالمحكمة، وإما أن تكون مرتبطة ب يعني أطراف النزاع، وإما أن تكون مرتبطة بموضوع النزاع. الآثار المرتبطة بالمحكمة بمجرد رفع المقال وتقييده بالمحكمة، فإن المحكمة في هذه الحالة عليها أن تبت في هذا الطلب. وحينما نتحدث عن هذه النقطة فالمشرع أطرها من خلال مقتضى الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية، حينما نص: لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم، بمعنى أنه كل الطلبات المقدمة إلى المحكمة، سواء طلبات افتتاحية أو طلبات بالوصف الذي حدد له المشرع في إطار الفصل 15 كذلك من قانون المسطرة المدنية، تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة، بمعنى أن الطلبات الافتتاحية أو الطلبات المضادة إذا قدمت بصفة نظامية أمام المحكمة فعلى المحكمة أن تبت فيها وأن لا تمتنع عن البت. إذا ما قامت بامتناع عن البت في هذه القضايا أو في هذه الطلبات الافتتاحية، فإن القضاء في هذه الحالة يكون يعني في حالة يعني شاذة أو حالة ما ينص عليها المشرع في إطار الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية، حينما قال المشرع: يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة. فالمشرع في هذه الحالة اعتبر أن القاضي أو المحكمة التي لا تبت في الطلبات المقدمة لها بصفة نظامية يعتبرها منكرة للعدالة، بل إن الأمر يمكن أن يتطور بحيث أنه يصبح في إطار المخاصمة يعني يخضع لمقتضيات جنائية حددها المشرع في إطار الفصل 240 من القانون الجنائي المغربي. لذلك فحالات مخاصمة القضاة منها الامتناع عن البت في القضايا وفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة. الأثر الثاني الذي يمكن أن نستشفه من خلال مقتضيات قانونية نص عليها المشرع بصريح النص هو أنه على المحكمة أن تبت في حدود الطلبات المقدمة عليها بمجرد أن يتقدم الطرف المدعي بمقال افتتاحي كما قلت وفق الشكليات الموضوعية والشكل التي تقدم بها يعني أو التي يتطلبها المشرع. فعلى المحكمة في هذه الحالة أن تبت في حدود الطلبات، معنى أنه لا يجب على المحكمة بمجرد تقييد الدعوى وعرض القضية أمامها أن تبت في غير الطلبات المقدمة إليها أو خارج تلك الطلبات، لأنه المشرع حدد هذا الأمر في الفصل الثالث من قانون المسطرة المدني بقوله: يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة. هنا من خلال هذا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية هناك أثر ثاني نستشفه كذلك من خلال هذا الفصل، وهو أنه على المحكمة حينما تبت في الطلب المقدم إليها يجب عليها أن تبت فيه وفق القوانين الجارية، بحيث أنه المشرع قال: وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، بمعنى أنه إذا كان القضاء قال أو الطلب الافتتاحي مقدم إلى جهات اللي هي المحكمة التجارية فيجب على المحكمة التجارية أن تتقيد بما هو منصوص عليه في إطار قانون الشكل وقانون الموضوع التجاري. مثلا يجب عليه أن تبت وفق قانون إحداث المحاكم التجارية، وإذا ما تعذر عليها البت
يعني أو إيجاد نص من النصوص على مستوى قانون إحداث المحاكم التجارية، فإن المشرع يعطيها فسحة للخروج من هذا القانون في إطار الفصل 19، ويعني البحث عن قاعدة شكلية على مستوى القاعدة الأم أو القواعد الأم الموجودة على مستوى القانون المسطرتي المدني. أما إذا كان الأمر يرتبط بقاعدة موضوعية فالبت فيها يكون في إطار مدونة التجارة أو قوانين الشركات أو غير ذلك، إذا كان بحسب طبيعة النزاع المعروض عليه. وإذا لم يجد القاضي كذلك في نازلة الحال المعروضة عليه ما يشفي غليله في مدونة التجارة، فيجب عليه أن يرجع إلى القواعد العامة الموجودة مثلا في قانون الالتزامات والعقود المغربي. الأثر الثالث أو الرابع الذي تحدث عنه كذلك الفقه، وأنه حينما يعرض ويقدم الطلب الافتتاحي إلى المحكمة فإن باقي المحاكم الأخرى ينزع عنها الاختصاص ولو كانت هي المختصة، بحيث أنه إذا قدم هذا الطلب بالصفة النظامية إلى المحكمة وكانت هذه المحكمة غير مختصة وفي آن الوقت قدم نفس الطلب إلى محكمة أخرى مثلا المحكمة التجارية، وقدم الطلب الافتتاحي أصلا إلى المحكمة المدنية، والحال أنه طبيعة النزاع هو نزاع تجاري، فبالرغم من عدم اختصاص المحكمة المدنية واختصاص المحكمة التجارية فيجب على المحكمة التجارية أن توقف البت في النازلة المعروضة عليها إلى حين البت في النزاع المعروض أمام المحكمة الابتدائية المعروض عليها هذا الطلب. من قبيل كذلك الآثار المرتبطة بتقديم الطلب الافتتاحي إلى المحكمة هو أنه هذا الطلب يحدد الاختصاص، إما الاختصاص النوعي وإما الاختصاص المكاني، وبالأخص الاختصاص المكاني. حينما نتحدث عن الاختصاص المكاني أو المحلي فإن الطلب المقدم من قبل المدعي تتحدد من خلاله المراكز القانونية، ونلجأ في ذلك الوقت إلى القاعدة المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المسطرة المدنية والمتعلقة بموطن المدعى عليه كقاعدة، ولكن هناك استثناءات أوجبها المشرع على هذه القاعدة، لا على مستوى الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية الذي تحدث عن استثناء لهذه القاعدة، أنه يمكن للطرف المدعي أن يقدم دعواه خارج نطاق مقتضيات الفصل 27 إذا كانت طبيعة الدعوة تقتضي ذلك، وإذا كانت طبيعة الدعوة تدخل في الحالات التي نص عليها المشرع في فصل 28 من قانون المسطرة المدنية. بل إن المشرع من خلال مقتضى قانوني آخر وهو موجود على مستوى قانون إحداث المحاكم التجارية تحدث عن استثناء للاستثناء، وهو الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية، حينما نص المشرع بصريح العبارة على كون أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ترفع الدعاوى فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها، فيما يتعلق بصعوبات المقاولة إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة، فيما يخص الإجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات. والملاحظ من خلال هذه المادة والتي تعتبر استثناء من أحكام المادة 28 اللي هي في حقيقة الأمر استثناء من القاعدة ديال الفصل 27، نتحدث عن قاعدة مفادها هو أن الاستثناء يعتبر أصلا، بمعنى أنه ما تحدث عنه المشرع في المادة 11 هو أصل والباقي هو يعتبر استثناء، والباقي استثناء ما دام أن النزاع المعروض أمام المحكمة التجارية ذو طبيعة تجارية، وبالتالي فيجب على القاضي في هذه الحالة إعمال هذا النص اللي هو المادة 11 ما دام أن هذه القاعدة هي قاعدة خاصة تقدم على القواعد العامة المشرعة في إطار قانون المسطرة المدنية. فيما يرتبط بالآثار المرتبطة بالأطراف فيترتب عن تقديم الطلب إلى المحكمة إنظار الطرف المدعى عليه، وفي هذه الحالة لابد من الحديث عن مقتضى قانوني كذلك، واللي نص عليه المشرع في المادة 255 من ظاهرة التزامات العقود المغربي، الذي ينص على ما يلي:
255 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين. من هذا المنطلق يعني الطلب الافتتاحي المقدم إلى المحكمة يعتبر إنذارا للمدعى عليه، بمعنى أنه هذا الإنذار يجب على المدعى عليه أن يوفي وفق الطرق التي تحدث عنها المشرع في الفصل 319 من ظاهرة التزامات العقود بالدين العالق بذمته، بالطرق التي حدد كما قلت في الفصل 319 من قانون من ظاهرة التزامات العقود. المسألة الثانية على مستوى الأطراف أو الآثار المترتبة على الأطراف هو قطع التقادم. لمجرد أن يتقدم الطرف المدعي بطلب افتتاحي إلى المحكمة بصفة نظامية فإن هذا الطلب يقطع التقادم لفائدته أو لمصلحته، وهذا ما تحدث عنه المشرع في إطار المادة 381 من ظاهرة التزامات العقود بقوله: ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدينة في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص. المسألة الثالثة المرتبطة كذلك بالآثار المتعلقة يعني رفع المقال إلى المحكمة، المقال الافتتاحي. هذه الآثار هي كذلك آثار أوجبها الفقه وأوجب حتى بعض النصوص التشريعية. من قبيل هذه الآثار كما قلت أن يصبح هذا النزاع المعروض أمام المحكمة منازعا فيه، بمعنى أنه أي حوالة للحق تعتبر باطلة بمجرد أن يتم تقديم الطلب إلى المحكمة بصفة نظامية. وهذا الأمر ينص عليه المشرع في إطار مقتضى قانوني في الفصل 192 من ظاهرة التزامات العقود بقوله في الفقرة الثانية: يعتبر الحق متنازعا فيه في معنى هذا الفصل إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة بمعنى أنه هذا الحق المتنازع بشأنه بموجب الطلب الافتتاحي المقدم من قبل المدعي يعتبر متنازعا منه. أي حوالة للحق المتنازع بشأنه من طرف المدعى عليه يعتبر باطلا ويدخل في صميم مقتضى القانون كذلك لا هو الفصل 192 وكذلك الفصل 1241 من ظاهرة التزامات العقود، بحيث أنه يعني المشرع في هذا الفصل الرجوع للفصل 1241 الذي ينص فيما معناه على أنه أموال المدين اللي هو المدعى عليه بطبيعة الحال في نازلة الحال ضمان عام لدائنه ويوزع ثمنه عليه بنسبة دين كل واحد مما لم توجد بينهم أسباب قانونية الأولوية، بمعنى أنه حينما يتقدم الطالب أو المدعي بمقال افتتاحي بصفة نظامية فإن هذا الطلب يصبح متنازعا بشأنه فيما يرتبط ب يعني الأمور أو الآثار المتعلقة بالحق أو بالطلب المقدم إلى المحكمة. فيما يرتبط بموضوع النزاع فالمشرع اعتبر أن هذا الأمر أو أن هذا الطلب يعني أو أن هذه الدعوة تعتبر حق بالنسبة للورثة حينما يتقدم المدعي وأثناء سريان الدعوة ويتوفى، فإن حق في مواصلة الدعوة يعني يتقدم به الورثة ويدخل في إطار إجراء جوهري تقوم به المحكمة وإنذار الورثة في إطار الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية حينما يتقدم المدعي بمقال افتتاحي إلى المحكمة بصفة نظامية وأثناء سريان هذا الطلب أمام المحكمة، معنى أنه أثناء سريان هذه الدعوة أمام المحكمة فإن الحق في مواصلة هذه الدعوة هو
يعني مترتب بقوة القانون لفائدة ورثته باعتبار أنه هذا حق، وباعتبار أنه هذا هو الأصل، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات التي لا يمكن للورثة أن يستفيدوا من هذه الوضعية وأن تنتقل يعني بعض الحقوق التي طالب بها مورثهم أثناء حياته أو قيد حياته لا يمكن بحال من الأحوال في بعض الحالات. ومن قبيل هذه الحالات مثلا ما ينص عليه المشرع في المادة 427 من التزامات العقود والمتعلق بإبطال الالتزامات بسبب الأمية. فإذا كان الطرف المدعي قد تقدم بطلب الرامي في إطار الفصل 427 بكونه أميا ولا يعلم ولا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف مضمون ذلك العقد والمراد إبطاله، ففي هذه الحالة أثناء سريان الدعوة إذا ما توفي فإنه لا يجوز لورثته أن يستفيدوا من هذه الوضعية وأن يتابعوا دعواهم، بالرغم من أنه المحكمة مجبرة في هذه الحالة باعتبار أن المشرع حدد إطارا قانونيا في هذا الباب ما يسمى بالتبليغ القانوني في إطار الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية. نعم، الذي ورد فيه تستدعي المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة للأهلية سواء شفوي أو بإشعار وجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 38 37 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوة للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوة جاهزة للحكم. ولكن في الحالة التي أوردناها واللي هي الحالة ديال مقتضى الفصل 427 فإن هذا الحق هو حق شخصي مرتبط بشخص الأمي وليس يعني ولا يمكن أن يستفيد منه الورثة فيما بعد. إضافة إلى الآثار المرتبطة بموضوع النزاع، فبمجرد كما قلت رفع الدعوى فإن الحق المتنازع بشأنه يحتفظ بطبيعته ويحتفظ كذلك بذاتيته، سواء قضت المحكمة وفق طلبات الطرف المدعي أو قضت برفض طلباته، وبالتالي لا يمكن بإحال الأحوال إلا أن يترتب عن ذلك الطلب الأصلي يعني الإبقاء على والاحتفاظ بذاتية وطبيعة ذلك الحق الذي كانت له قبل الادعاء به. هذه مجموعة من الآثار المتعلقة بالطلب الافتتاحي، وهي في حقيقة الأمر حينما نتحدث عن هذه الأمور ونقرنها فقط بالطلب الافتتاحي فإن كذلك الطلبات الأخرى، الطلبات المرتبطة وما يسمى بالطلبات المقابلة أو الطلبات المضادة، فهي تستفيد كذلك من هذه الآثار، بحيث أنه لا يمكن إصباغ هذه الآثار فقط على الطلبات الافتتاحية دون الطلبات العارضة أو الطلبات المضادة. ننهي هذه الحصة وإن شاء الله سوف يعني نتابع في الحصة المقبلة الدفوع واللي هي مقابلة